خلينا نتوكل على الله. اطرح سؤالك، تفضل اطرح سؤالك وعرفنا بنفسك. انت عرفت بنفسك اكثر من مره، بس معلش يعني كل مره يغلق البث. عرفنا بنفسك من جديد، لا يوجد مشكله. يلا تفضل، عرفنا بنفسك ثم اطرح سؤالك. من السويد. ايوه، انا قسطنطين من السويد. انا من سوريا الاصل ومسيحي. عندي سؤال للشيخ، انه تقولون صلى الله عليه وسلم، ما معنى صلى الله عليه وسلم؟ تفضل شيخ. طيب، اولا انا اريد ان اعرف ما هو اعتراضك بالضبط على صلى الله عليه وسلم. ما هو وجه الاعتراض؟ لابد ان تبين اولا وجه الاعتراض. الاعتراض لانه كيف الله يصلي لمن؟ لا، أوه جميل جميل. لاحظت أنت ماذا قلت؟ يصلي. جميل. أنت قلت يصلي لمن، لكن نحن ما نقول صلى الله له وسلم. هل نحن نقول صلى الله عليه أم نقول صلى الله له؟ عليه. مين استخدم؟ أنت قلت ماذا الآن؟ الله يصلي لمن، صح؟ أنا قلت أنه الله عندما قلت لمن. جميل. فنحن لا نقول صلى معناته لازم مثلا بدون طيب جميل. أنت الآن قلت يصلي لمن، لكن نحن ما نقول الله. حاشا، لا يوجد مسلم على الإطلاق يقول الله عز وجل يصلي لأي شخص. الله عز وجل لا يصلي لأحد أبدا، تمام؟ لكن هل تعرف ما الفرق لغويا؟ ما الفرق بين صلى الله عليه وبين صلى الله له؟ هل تعرف ما الفرق بين الاثنين؟ صلى له بعرفها، بس انه صلى الله عليه ما بعرفها صراحة. يعني الفرق بين الاثنين أن صلى الله صلى الله له، فهذه تفيد العبادة. لذلك نحن نقول صلينا لله. لا يوجد أي مسلم على الإطلاق يقول صلينا على الله. هل أنت تقول صلينا على الله؟ أو أنا أقول لما مثلا الآن نقول هيا نصلي لله العصر، هل نقول هيا نصلي على الله العصر؟ لا، نقول هيا نصلي لله العصر، لأن على وله هناك فرق بين الاثنين. فنحن حينما نقول صلى الله عليه فهنا تفيد الثناء. لحظة بس حتى أوضح لك الفكرة. أولا دعونا نعرف ما معنى الصلاة أصلا. الصلاة معناها في الأصل لغة هي الدعاء. الصلاة معناتها ماذا؟ الدعاء. أنتم حتى تستخدموا هذا المصطلح في الكنيسة، مثلا تذهب للقسيس. أنت أرثوذكسي؟ أرثوذكسي أنت ولا أي طائفة؟ أنا مولود أرثوذكسي، ولكنه أنا يعني إنه بس أقتنع بالإنجيل. جميل. ومولود أرثوذكسي. أنتم تذهبوا مثلا بالإنجيل. بس خلينا نكمل. تفضل. أنت لما تذهب للقسيس وتقول له صلي لي يا أبونا، بمعنى ادعي لي يا أبونا، صح ولا لا؟ صح. تمام. إذا هنا أتت الصلاة، أتت هنا الصلاة بمعنى الدعاء. جميل. إذا هنا أتت الصلاة بمعنى الدعاء. فلذلك نحن عندنا صلى الله عليه بمعنى الدعاء أو الثناء في الملأ الأعلى. الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. فليس معنى صلى الله عليه وسلم يعني الله عز وجل والعياذ بالله يستغفر، يصلي، يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام أبدا هذا لا يقول به أي مسلم على الإطلاق. بل ماذا نقول؟ يعني مثلا أعطيك مثال. نحن عندنا صلاة الجنازة. خليني بس أعطيك هذا المثال. عندنا مثلا نحن صلاة الجنازة، ماذا نقول نحن في صلاة الجنازة؟ هيا نصلي على الميت. هيا نصلي على الميت، صح ولا لا؟ هيا نصلي على الميت. نحن في صلاة الجنازة هل نعبد الميت لما نقول هيا نصلي على الميت؟
لا. عندكم يعني حتى أنتم هيا نصلي على الميت، عندكم صلاة على الميت أنتم، صح؟ طبعا يصلوا على الميت. تمام. ماذا نحن لما نقول هيا نصلي؟ يصلوا على الميت. أي لحظة بس، ما كملت إجابتي يا أستاذ. مثلا لما نقول نحن هيا نصلي على الميت، لاحظ نحن استخدمنا هنا لفظ على، استخدمنا لفظ ماذا؟ على. فهنا على، لما نقول هيا نصلي على الميت، نحن ماذا نفعل؟ نحن ماذا نفعل في صلاة الجنازة على الميت؟ هل نعبد الميت أم نستغفر وندعو في هذه الصلاة إلى الميت؟ ندعو إلى الميت هذا. ماذا نفعل نحن؟ هل نعبد الميت أم ندعو له؟ أيوة. ندعو له ونثني عليه، صح ولا لا؟ تدعون له. يعني نقول مثلا نقرأ عليه الفاتحة ونقول اللهم اغفر له وارحمه وكذا، وهذه اسمها صلينا على الميت. تطلع من المسجد مثلا يأتيك شخص ويقول لك أين كنت؟ لا والله كنا نصلي على فلان الفلاني الله يرحمه. نصلي على فلان الفلاني يعني نعبده؟ لا، إنما كنا ندعو له بالمغفرة ونثني عليه. فلذلك هنا نفس الشيء، صلى الله عليه بمعنى أثنى الله عليه وملائكته في الملأ الأعلى. كما يعني هذا على فكرة ليس على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، في نفس السورة هي طبعا إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه وردت في سورة الأحزاب. نفس سورة الأحزاب الله عز وجل يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. نفس سورة الأحزاب. يعني الله عز وجل يصلي حتى على المؤمنين، ليس على النبي وحده. وكما نقول اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طيب فهمت الإجابة ولا لا؟ اسمح لي أحكي على لأنه حكيت أنت. فهمت. طيب إذا تريد أن ترد، اسمح لي أتكلم هلا. إذا تريد أن ترد بس أختم بنص أنا أبين لك من الإله الذي يصلي. تريد أن أبين لك من الإله الذي يصلي؟ لا، ما عندي أي تعليق على الشيء. لا أنا أبين لك. شوف على السيد المسيح عم تقول يعني؟ أي نعم. المسيح حسب إنجيل لوقا الإصحاح 6، المسيح أنتم تقولون المسيح هو الله، حسب إنجيل لوقا الإصحاح 6 والعدد 12 يقول وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل، لحظة بس، خرج إلى الجبل ليصلي. المسيح خرج إلى الجبل ليصلي. موافق على هذا الكلام ولا غير موافق؟ صح. ليصلي صح؟ تمام. كيف الإله عندك يصلي؟ نفس اعتراضك. طبعا موافق. طيب هو هلا أنا بدي عايشني بس دقيقة أتكلم. يعني هلا إذا الله أراد أن يرسل ابنه، لو البث وقف يا إخوة بوقف، هل أنا أستطيع أو أنت تستطيع أن تمنع أن يرسل؟ ماذا ممكن تعد السؤال؟ على الافتراض أنا بقول ممكن تعد السؤال؟ أرسل. أما أقول لو إن الله أراد، على الافتراض يعني أنت ما تؤمن بهالشيء، إنه الله أرسل ابنه إلى العالم، لأنه نحن البشر لا نستطيع أن نصل إلى الله، لكن الله يستطيع أن يصل إلينا، فتجسد المسيح وأخذ بشرية. فالمسيح كابن الإنسان كان يصلي طبعا. وعندما استخدم اللاهوت يعني استخدم اللاهوت. طيب أسألك سؤال ممكن. هو مشي على أنت قلت الناسوت هو الذي يصلي. فضل. هل اللاهوت كان متحد مع الناسوت أثناء صلاة المسيح؟ هل الناسوت كان متحد باللاهوت أثناء صلاة المسيح؟ طبعا. متحد، يعني أثناء المسيح وهو يصلي اللاهوت كان متحد طبعا. جميل. يعني المسيح أثناء وهو يصلي اللاهوت كان متحد معه، معناته يصلي معه ما دام متحد معه. أيوة. صح. خلاص معناته اللاهوت يصلي مع الناسوت لأنه كان متحد معه. أنتم تقولون إن اللاهوت لم يفارق الناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين.
أيوة كان يصلي صح، بس المسيح أخذ بشريتنا، لأنه آدم غلط بجسد واحد. يقول بولس أخطأ الإنسان لله اللي هو آدم. هذا موضوع خارج موضوعنا. أنا أريد أن أسأل، هل أنت اقتنعت؟ ذلك الفداء يعني حضرتك اقتنعت بإجابتي التي أجبتها لك حول صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقتنعت ولا ما اقتنعت؟ لا ما في، ما في أشياء يعني مثل ما فهمت عليك. لا يعني الآن لم يعد عندك اعتراضا؟ مفهومي إيش كان يعني؟ إيه يعني الآن لم يعد عندك خطأ؟ يعني الآن ليس عندك أي اعتراض حول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ موضوع صلى الله عليه وسلم ليس عندك حول أشكال هذه؟ لا أنا فهمت مقصد كلامك. أنا الإشكالية اللي كان عندي شو هي؟ إنه الله يصلي. هلا أنت قلت لي على المسيح، أنا قلت لك المسيح الجسد لأنه أخذ جسد إنسان، فهو نائب على البشرية. تمام. يا أستاذ، موضوع نائب للبشرية. يا أستاذ نائب ليس نائبا. هذه ليست مشكلتي. أنت اعترضت حول الصلاة، وضحته تماما. أنت قلت لي أنك اقتنعت حسب كلامك. أنا أبين لك أن المسيح أيضا يصلي. قل لي بناسوته. النص لا يقول بناسوته، يعني بناسوته هذه زيادة من حضرتك، من حضرة جنابك يعني. تمام. فالنص لا يقول أنه سجد بناسوته ولا كلمة ناسوت لم ترد في الكتاب المقدس على الإطلاق. لا لم تأتي. أني أطلقوها الناسوت يعني الإنسانية تبعه، وهذا هو المعنى. إيه بس النص هنا ما قال. شوف النص ماذا يقول. أعد لك النص. سأعيد لك النص. النص يقول وفي تلك الأيام. الشيخ زين. طيب أكمل لك بس. وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي. ما قال لا يصلي بناسوته ولا غيره. فهمت؟ فإذا هذه النقطة ليس عندك حولها إشكال وهكذا وانتهى الأمر فيها، ننتقل إلى إجابة، إلى سؤال آخر، أو إلى طرح موضوع آخر، إن لم يكن عندك أي تعليق على هذا. يعني هلا لا ما عندي تعليق.